أين أنتم؟ أين ذهبتم؟ لما؟ سما؟ أحمد؟ أين أنتم؟ إني أرى في أعينكم علامة الفرح والسرور. نعم يا جدي، فرحين لأننا احتفلنا في مدرستنا بيوم المعلم. يا أولاد، أنتم تعيشون عصركم الذهبي في التعليم. أفهم من كلامك جدي، إنما سنة التعليم سابقا لم تكن بهذا التطور الذي نراه اليوم. ففي زماننا يا لها من خطبة صعبة عانى فيها المعلم والطالب الكثير والكثير. والأجمل من ذلك، كنا في طفولتنا نحب المرح والفرح والسرور، نحلق من حقل إلى حقل عند المزارع والأفلاج، ونجتمع في الحارات لنلعب ألعابنا الشعبية. لقد شوقتنا يا جدي لنلعب لعبة شعبية، فهيا جميعا لنلعب. سلام، هبة، نوح، وليد.
تلك أيام جميلة. والأجمل من ذلك هذا التطور الذي شهدته النهضة المباركة في بناء صروح علمية. فها هي المدارس الحديثة المزودة بجميع المرافق الخدمية للطالب. إنما تحقق على أرض عمان من منجزات في مختلف المجالات لهي مبعث فخر ومصدر اعتزاز، وإننا نتطلع إلى مواصلة مسيرة النهضة المباركة بإرادة وعزيمة أكبر، ولن يتأتى تحقيق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها بما فيه مصلحة الجميع. نعم يا أبنائي، فبداية التعليم في نهضة عمان كان للمعلم العماني دور واضح وجهد مهم للنهوض بمسيرة التعليم. جدي أرجوك هيا نلعب معنا لعبة شعبية أخرى. إذن هيا نلعب ونستمتع مع لعبة شعبية أخرى. أشعلت روحك في الآفاق مصباحا،
ورحت تزرع في الأوطان أرواحا، ورحت توقد في الأبدان مفتخرا عزيمة تغمر الأكوان إصباحا، ورحت تبني منارات العلا شهبا، وتوقد الحلم آمالا وأفراحا. وهذه رسومات المعلم واضحة جلية، وكفاحه في مسيرة التعليم في هذا الوطن العزيز، وإخراج الكوادر المتعلمة التي ساهمت في بناء الوطن. ففعلا إنها فرحة إنجاز حين يرى المعلم ثمرة جهده وعرقه تبني الوطن وتدود عن دماغه. الأفراح ظلت في هذا اليوم البهيج، يوم المعلم. فهو مصباح ينير الطريق لجميع الأجيال، ورسالته الهادفة لا تتوقف. ولكن يا جدي، ألا يستحق المعلم منا الشكر والامتنان لمعروفه؟ يا بني، إن المعلم أجره كبير عند الله تعالى، وسعادة المعلم وفرحته ليس بما نقدمه له من هبات وهدايا، بل بما نبذله نحن للوطن. فهو يسعد جدا عندما يرانا في مكانة مرموقة نخدم فيها وطننا وماله. حملت هم بناء الجيل متخذا من درب أحمد للأمجاد مفتاحا، وقفت نفسك في ذات الإله وما طلبت شكرا وتقديرا وأمداحا، فما تعبت وما كلت جوارحهم وما مللت، ولكن زدت إلحاحا.